ايه رأيك في الصوت ده؟ طب اسمع كده الصوت ده. عاوز تعرف انا عملت الصوت ده ازاي؟ هقول لك، بس خليك معايا لاخر الحلقة اعرفك انا استخدمت ايه بالظبط عشان اوصل للصوت ده، بس بعد الفصل الموسيقي. وبعد ما سمعنا الفصل الموسيقي احب اقول لك ايه رايك في المزيكا وفي صوت الجيتار. هو ده بالظبط كان احساسي اول ما سمعت البيدال دي، هيدروم ميني من كارل مارتن. انا كنت سعيد الحظ جدا ان انا اكون من اول الناس اللي استقبلت الهيدروم من كارل مارتن علشان اعمل عليها ريفيو واقول رايي فيها بصراحه لكل الناس حبايبي والمتابعين بتوعي. ايه هو الهيدروم ميني؟ الهيدروم جايه من الريفر، هيدروم يدي لك مور روم للصوت بتاعك. هما كانوا عاملين فيرجن من البيدال ديت سبرينج ريفر، بس كانت بيدال كبيره جدا. الفكره من البيدال الكبيره ان انت مش هتاخدها معاك في البيدال بتاعتك، بس دي تبقى جنب الامب، صوت انالوج محترم تبقى مع الامب بتاعك. فجات لهم فكره ان هما يعملوا هيدروم بس سموها هيدروم ميني. الهيدروم زي ما انت شايف كده على الشاشة ان هي متقسمة لقسمين، في قسم A وقسم B. هو بالظبط A هو B، ولكن انت تقدر تعمل سيت اب ل A غير سيت اب ل B. كأن بالظبط عندك 2 ريفيرب شانل. مش هتحتاج بقى ان انت مثلا لو بتلعب صوت ريذم عاوز ريفيرب صغيره تنزل في الناب وتقعد تزود كده علشان تدي مور هيدروم علشان تلعب السولو. بس كانت فكره حلوه جدا ان هم يعملوا 2 شانلز. دي انا استخدمتها في المزيكا اللي انت سمعتها. عملت شانل A حطيت فيها لونج ريفيرب، وشانل B حطيت فيها شورت ريفيرب. في زي ما احنا شايفين كده في الريفيرب اول 2 فوق خالص، وفي تحت التون، وفي النص حاجة اسمها ديكاي. الريفيرب ده من اسمه قد ايه ريفيرب انت عاوزه يطلع من البيدال دي.
التون ده بتحدد الاي كيو بتاعك، ده الاي كيو بتاع الريفيرب فقط، دي حاجه حلوه قوي. على الاخر اما الدي كي فده عباره عن الامبيانت بتاع الريفيرب، يعني الاشكال بتاعه الريفيرب اللي انت عاوزه في كل تشانل. عاوز اقول لك ان السبونسر بتاع الحلقه بتاعت النهارده هم كارل مارتن. انا بقيت سعيد الحظ جدا ان انا اكون واحد من الارتست بتاع كارل مارتن على مستوى الشرق الاوسط، وده فخر كبير جدا ليا. طيب رايي في البيدل، اولا انا مبسوط جدا ان بقى عندي افكت بيدل. معظم البيدلز اللي عندي كانوا كومبريسور واوفر درايف واي كيوز، وطبعا معظمهم من كارل مارتن. اما دلوقتي بقى عندي افكت ريفيرب. سمعت الصوت الريفيرب والاول مره مع السولوز والديموز اللي انا كنت بعملها، صراحه صوتها بقى حلو جدا، يعني صوت السولات بتاعتي بقى احسن واداله مساحه اعرض من الصوت اللي داخل صوت الجيتار العادي من غير الهيدروم ده. طبعا انا ممكن استخدم بدايل في الدو واحط ريفيرب وي 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 وي، ولكن الميزه ان انا مدخل صوت الريفيرب نفسه جاهز جوه الدو، يعني انا مش هحط ريفيرب تاني خلاص، ومش هدوش نفسي بقى ان انا اقعد اظبط الريفيرب واحط تشانل واحط مش عارف مين وين وين وين، جاهز عندي حطيته، صوته رائع، اتبسطت من صوته جدا. وده مش بس علشان ان هم السبونسرز بتوعي، ولكن لا، انا الصراحه بحب شركه كارل مارتن، بتهتم جدا بالصوت بتاعها وبتهتم جدا بالحاجه اللي هي بتقدمها. معظم الحاجات بتاعتي كلها كارل مارتن، لان انا جربت شركات تانية وجربت اعزف حاجات تانية، هم حلوين مش هقول لك وحشين، ولكن انا حبيت الصوت بتاعي مع شركة كارل مارتن. اتمنى يا عزيزي تكون استفدت من حلقة النهاردة، واكون قدرت اوصل لك الصوت الجديد بتاعي، واكون قدرت اساعدك ان انت تجيب الريفيرب بيدال الجديد بتاعك. واشوفكم على خير.